بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إن أداء معلول قدام سيمبا التنزاني كان غريب نسبيا. صحيح معلول طبعا نسبة كبيرة من خطورة الأهلي بتبقى من الناحية اللي هو فيها، وبيقدر هجوميا يفرق معانا، إلا إن كان له بعض القرارات الغريبة اللي حصلت في الماتش ده وهنشوفها دلوقتي مع بعض. أنا رأيي إن هو ممكن يكون تعب شوية، ممكن يكون محتاج يركز أكتر. في الكرة دي هنشوف إن الأهلي ابتدى إنه يلعب ضغط عالي على دفاع سيمبا عشان يغلطهم من بدري ويخف الضغط على الدفاع عنده شوية. معلول قطع الكرة كويس جدا زي ما احنا شايفين. تمام، 1 2 مع رضا سليم، تمام كويس جدا. هنشوف دلوقتي معلول عمل ايه. معلول فضل ماشي بالكورة حلوة، وركز بقى دلوقتي اللعيبة عملت ازاي. موديست واقف لك على حدود ال 18 وفضى نفسه، لكن للأسف معلول اتأخر، ولما حاول يلعبها لحسين الشحات شاطها في رجل اللعيب. في الكورة دي بنشوف إن الهجمة بدأت من عند معلول، وصلت لرضا سليم. 1 2 ما بين رضا ومعلول، والثنائية اللي كانت ناجحة جدا في رأيي، وأتمنى إن هي تستمر. ونشوف رضا سليم لعبها لمعلول، ومعلول طبعا اتحرك كالعادة كويس جدا، مفيش أي مشكلة. ولكن نبص بقى معلول لما حاول إن هو يلعب الكورة جت وراه شوية، لما حاول يلعبها عرضية للأسف لعبها عرضية بالونة، وبالتالي فقدت خطورتها. في استمرار القرارات الغريبة جدا، معلول بيقطع الكورة كويس جدا، حلو. كمل بقى. هنشوف معلول عمل ايه. معلول جرى بالكورة من قبل خط النص مثلا ب10 15 ياردة. طيب حصل ايه بقى؟ معلول فضل يجري يجري. عندنا مودست بيقول لك بيرفع ايده مرة واتنين ان انا فاضي. مودست بيحاول يضحك على اللعيب ويعدي من وراه. للاسف معلول محدش فاهم هو كان عايز يعمل ايه. اتأخر وتعب وما قدرش طبعا يعمل بيها حاجة. استكمالا للأداء الغريب، معلول بيرفع كورة غريبة جدا بالونة عكس ما احنا متعودين عليه. الكرة طبعا رايحة سهلة جدا في ايد الحارس المرمى. في الكرة دي دفاعيا هنشوف معلول عمل ايه. المهاجم قدر يعدي من معلول بسهولة جدا. قد يكون معلول بسبب التعدية دي هو تعب، طبعا شايفينه ان هو واقف وطبعا جاله شد. ولكن معلول اكتر من مرة بيترقص بنفس الطريقة.